جميعا انه العمال لو في عندهم اشكاليه خلاص بدل ما يقفوا اضراب او يعملوا اضراب ان هم يقرروا ان هم يتفاوضوا، فينوب عنهم مجموعه من العمال اللي هي بتتفاوض من خلال العمال مع رؤساء الهيئات او رؤساء الادارات معها. وبعد كده من ضمن النصوص انه تعمل الدوله برضه على حمايه العامل من مخاطر العمل، واضافت الالتزامات بتوفير الامن، توفير السلامه، توفير الرعايه الصحيه، توفير الرعايه المهنيه، لا يجوز فصل العامل باي وسيله من الوسائل التعسفيه، واذا حدث يتم الاتجاه للقانون وفق القانون اللي يتم اعداده او المشروع اللي يتم اعداده الخاص بالعمال. يعتبر اهلا بيكي الاستاذه ماجده صالح شرقاوي، اخصائي اعلام مركز اعلام ناجي حمادي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك بالمجموعه اللي معاكي، برحب بيكم النهارده في نادي البحر. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن تعرفينا النهارده ايه الغرض من الندوه؟ يعني الدستور؟ هي ندوتنا النهارده اعلى دستورك وشارك فيه. احنا داخلين على مرحله صعبه جدا، مرحله الاستفتاء، تمام؟ ودلوقتي الدستور موجود، تمام؟ عندنا في الهيئه العامه للاستعلامات، واحنا بنجيب الدكاتره ونشرح الدستور ماده ماده ونفسرها لهم ونقول لهم ايه الحاجات الجديده اللي في الدستور بتاعنا الجديد وايه اللي هنستفاد منه في المرحله اللي جايه، واحنا عايزين تمام. فطبعا الناس مش كلها قبل الدستور، مش كلها فاهمه الدستور. اي نعم الاذاعه والتلفزيون وجميع الاخبار بتنادي بالدستور وبتتكلم، لكن في بعض الفئات المهمشه اللي هي زي العمال والفلاحين والناس دي الدباجه جامده شويه عليهم فما بتقدرش ففي بعض الحاجات ما بيفهموهاش، تمام؟ فاحنا عن طريق الاعلام والندوات اللي عامله استعلامات والتلفزيون بنعمل عليه توعيه وتثقيف جميع فئات الشعب المختلفه، وبنبتدي نناقش المواد، وبعدين بندي فرصه للجمهور ان هو يسال بالظبط، وبنجيب الدكتور المتخصص عايز ان هو يجاوب عليهم. والنهارده كان معانا الدكتور خالد عبد الرحمن من كليه الحقوق، كان متميز، كان بيشرح المواد وبيقول يعني ايه الحاجات اللي احنا هنستفاد بيها ان شاء الله في المرحله القادمه، تمام؟ وايه الهدف من الندوه بتاعتنا النهارده. شكرا لحضرتك استاذه ماجده، شكرا للاستاذ اعلام لاستضافه الندوات. انا بشكر المجموعه اللي معاكي وحسن الاختيار. شكرا جدا. اهلا وسهلا دكتور. حضرتك عايزين النهارده شرفتنا في مركز اعلام ناجي حمادي في ندوه اعلام الدستور. عايزين نعرف حضرتك الاول، نعرف حضرتك. اهلا وسهلا بك الاول. دكتور خالد احمد عبد الرحمن، مدرس في كليه الحقوق جامعه جنوب البلد. النهارده طبعا كان الهدف الاساسي من هذه الندوه انه نحاول على قدر الامكان انه احنا نوصل الدستور الى الموجودين في هذه الندوه، ومحاوله منا ان احنا نبسط للناس المفاهيم الموجوده في الدستور من خلال شرح النصوص، بعض النصوص الدستوريه، وخدنا فكره عامه عن كيفيه صياغه الدستور في كل دول العالم، وسواء كانت هذه الدساتير دساتير عرفيه او دساتير مكتوبه. خدنا فكره برضه عن الدساتير في كل دول العالم، سواء كانت هذه الدساتير دساتير مرنه او كانت دساتير جامده. تعرفنا برضه على كيفيه كتابه الدستور من خلال سواء كانت جمعيه تاسيسيه منتخبه او جمعيه تاسيسيه مختاره من قبل رئيس الجمهوريه، او كان اختيار الجمعيه التاسيسيه من قبل رئيس الجمهوريه. تعرفنا على طريقه الاستفتاء في الدستور وكيفيه الاستفتاء على هذه النصوص او هذه المواد. اتكلمنا بعد كده عن النقاط اللي هي شغلت الراي العام فتره طويله، على سبيل المثال الماده الخاصه باحكام او مبادئ الشريعه الاسلاميه باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، او ان كان في بعض النصوص تتعلق بتحصين منصب وزير الدفاع، او النصوص الخاصه بالنظام الانتخابي، النظام الرئاسي او النظام الفردي، او مختلف المواد اللي كانت بتثير الراي العام. نشكر حضرتك يا دكتور والف شكر لك. تشاوري. مركز اعلام ناجي حمادي، ناخد ندوه النهارده عن اعلام دستورك ونلتقي مع الاستاذه خيريه. اتفضلي على نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. خيريه حسين علي، كبير اخصائيين بدرجه مدير عام من جامعه ناجي حمادي، مسؤول اعلام التجميل. اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين كده
حضرتك تفهمينا النهارده في ايجاز الندوه كانت عن اعرف دستورك. عايزين نعرف ايه اللي تم كده في الندوه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مش اول ندوه عن الدستور، هي يمكن المره الثالثه. دلوقتي احنا عندنا توجيهات من الهيئه العامه للاستعلامات، وطبعا سيادتك عارفاها وغنيه عن التعريف، بتوجيهات ان احنا لازم نعرف الناس يعني ايه دستور، اهميه الدستور واهميه المشاركه فيه والاستفتاء عليه. يعني احنا سيادتك هنا مش بنقول للناس بنقول نعم او لا، احنا هنا بنعرف الناس يعني ايه دستور، يعني ايه اهميه الدستور. الدستور ده يعني في صفنا ولا ضدنا، عمل على يعني تلافي الاخطاء السابقه او اضافه حاجات جديده. ده كله من خلال سيادتك استضافه الناس المتخصصين زي اساتذه الحقوق جامعه جنوب الوادي بيشرفونا، كلهم يعني صراحه يعني متعاونين معانا جدا ان احنا نعرف الشباب كلهم يعني ايه دستور، يعني اهميته بدون انتماء لاي حزب او اي فصيل سياسي. هدفنا مصلحه مصر، يعني احنا بنشتغل في حب مصر، وان احنا عايزين نطلع من المرحله الخطيره اللي احنا بنمر بيها العنق الزجاجه علشان نعمل دستور عشان يبقى عندنا بعد كده انتخابات برلمانيه وانتخابات رئاسيه ومحليه وتمشي بلدنا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ونشكر حضرتك. شكرا حضرتك استاذه خيريه. الف شكر. من هنا من مركز اعلام ناجي حمادي كانت معكم شيرين كريم، شبكه ايجي نيوز الاخباريه.